بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. فضل وليس أمرا نشترك في القناة بعد إذن حضراتكم. مفاسا يعود للنادي الأهلي من جديد. أكرم توفيق على أعتاب العودة للنادي الأهلي من جديد. كان في أخبار يا جماعة قالت إن هو ما كانش عايز يرجع، ولكن بنتفاجأ النهاردة أخبار شبه مؤكدة بتقول إن هو كلم فريقه اللي هو بيلعب فيه حاليا. تقريبا كده هو نادي قطري، مش متذكر هو بيلعب في نادي ايه بالظبط، ولكن يعني هو أبلغ مسؤوليه إن هو يفكر في العودة للنادي الأهلي من جديد، بس في حالة إن هو عايز نفس الراتب اللي بياخده. هل الأهلي يوفر له نفس الراتب؟ هنشوف الفترة الجاية. تمام. مصطفى شوبير ما عندوش مانع من التجديد، تمام، بس عايز يتساوى بمحمد الشناوي. مصطفى شوبير عقده في النادي الأهلي 4 مليون في السنة، 4 مليون جنيه في السنة. فهو عايز يتم تعديل عقده، يبقى ياخد زي محمد الشناوي، أو يعني تبقى النسبة قريبة. مصطفى شوبير طبعا يستحق، كلنا شفنا مستوياته. فاللاعب اللي بيدي ده ما تستخسرش فيه فلوس، متقولش لا ده كتير عليه، ما تقولش حقه. حقه زي ما هيدي للنادي الاهلي، يبقى النادي الاهلي طبعا يقدره. هو مش بيشرط، بس هو بيتكلم في حتة ان هو محتاج ان هو يعني عقده يتم تعديله. هو يستحق بصراحة. مصطفى شوبير يستحق. مصطفى شوبير قاعد دكة من زمان. مصطفى شوبير المفروض اقل حاجة يكون واقف حارس مرمى ليه اقل حاجة 3 سنين يا جماعة. 3 سنين، ومع ذلك ومع موهبته ومع أدائه الرائع طبعا اللي في أي وقت بنحتاجه بينزل وبيأدي وبيسد. فكل ده سكت وما اتكلمش. فلا ويعني واجب ومن الأفضل إن النادي الأهلي يقدره ماليا طبعا، لأن ده لاعب يعني يستحق والله. مصطفى شوبير يستحق. تمام. طبعا بيكهام ماشي زي ما اتكلمت في فترة سابقة، طبعا هيتم قطع عارضه. آه، مروان عثمان برضه هيتم قطع عارضه، او اعارته خلاص يعني انتهت، هيرجع تاني للسيراميكا. محمد شريف بنسبة كبيرة ماشي. اشرف بن شرقي النادي الاهلي طلع نفى اي عروض جاية لاشرف بن شرقي. ده مش عشان اشرف بن شرقي مكمل، لا، اشرف بن شرقي ماشي. اشرف بن شرقي مش هتشوفه بداية الموسم الجديد، بداية الموسم المقبل هيمشي الانتقالات دي. ولكن النادي الأهلي قال مفيش أي نادي في الوقت الحالي كلمنا بشكل رسمي. لو في عروض هتبقى عروض شفهية بس، ولكن مفيش حاجة بشكل رسمي لحد الآن.